السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كل عام وحضراتكم طيبين ويعود عليكم الايام بالخير يا رب، ويجعل ايامكم كلها هنا وسعاده باذن الله. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. هنبدا بنواعم العيد باذن الله. ببدايتنا باذن الله هنعمل البسكوته الجميله اللي حضرتك شايفاها دي، بسكوته جديده حلوه قوي، هنعملها بطريقه جديده باذن الله، لكن ناعمه وهشه في نفس الوقت. كريسبي اخر حاجه. هنعمل بسكوت البرتقال، بسكوت العيد بالبرتقال بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هيعجبك وينال رضاكي. ما تنسوش بقى تدعمونا بإيديكم الحلوة ديت، وتوزعوا الفيديو لحبايبكم وأصدقائكم على جميع التواصل الاجتماعي بإذن الله. وتعالوا نتابع الفيديو مع بعض عشان نشوف التركات اللي المفروض نتبعها والأخطاء اللي المفروض ما نقعش فيها. تابعوا الفيديو ويلا تعالوا نعمل بسكوت بالبرتقال. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين من السمنة متلجة اهيت اهي، بس مش متلجة قوي اهي. خلاص، كوبايتين من السكر البودر، هادي كوباية هفضيها واحط كوباية كمان. معايا معلقة من الكستر، كمان تبع المادة الدهنية ربع كوباية من الزيت، معلقة من مبشور البرتقال او التنك لو مش متوفر عندك تنك، اسانس برتقال، 4 بيضات، ممكن فانيليا برضو، وكيلو دقيق. ده كيلو الدقيق اهوت، بس شايله منه كوبايه على جنب كده، اخليها في الاخر بحطها شويه بشويه. ده كيلو دقيق. تلت كوبايه من عصير البرتقال، معلقه ممسوحه من بتاعه الاكل نشادر، او معلقه وسط مليان، ومعلقه من البيكنج باودر. اوكي، تعالوا نجهز الشغل بقى. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط معلقه من البيكنج باودر اهوت واركنه على جنب. هاخد السمنه وافضيها. بعد ما انزل السمنه هنزلها وامسك ايديا بقى، او بالمضرب السلك او بالمضرب الكهربائي، المضرب العادي او المضرب الكهرباء او بالعجانه. ادعكي السمنه دي كويس قوي. ممكن تستخدمي ايدك برضو لو مفيش مضارب عندك، استخدمي ايدك لما السمنه تبيض عندك. هو المضرب بس هو توفير في الوقت والجهد بس مش اكتر. اضربي كويس جدا. لما السمنه تبيض دهيت هنزل السكر كوبايه كوبايه، شويه شويه كده. لو انت بتستخدمي المضرب بالراحه عشان ما يطرش منك السكر ويبوظ لك المكان. لفيه لفه كده بالراحه، وبعد كده عادي سرعي عادي، او استخدمي ايدك برضو، دي حاجه ترجع. كده خلصت اول كوبايه. هنزل تاني كوبايه. معايا تاني كوبايه ما كنتش محطياها في الكوبايه، فانا هنزلها اهوت عشان تبقوا قدام حضراتكم شايفينها ان هما كوبايتين. وبصراحه هما كانوا اخر حبه عندي سكر مطحون. عادي انت ممكن تستخدمي السكر الحبيبات اللي هو الناعم، مش الخشن، الناعم. بس هياخد منك وقت لغايه ما تقعدي تدعكيه مع السمنه كتير بس. لكن عادي ممكن تستخدمي السكر الناعم اللي هو السكر الحبيبات الناعمة مش الخشنة. ضربت الاتنين مع بعض، كوبايتين السمنة مع كوبايتين السكر. وبصراحة كوبايتين السكر كان يعني الطعم فيه معقول قوي، سكره يعتبر معقول قوي. عايزة تقللي من السكر قللي، عايزة تكتري ما تكتريش كتير قوي عشان ما يفرش منك البسكوت. يعني انت زودتي معلقتين ماشي كفاية قوي، لكن هما كوبايتين معقولين حلو قوي. عايزة تزودي شوية زودي معلقتين بس مش اكتر، عشان لو السكر كتير هتفرش منك. بعد كده بنزل البيض بيضة بيضة، وطبعا بننزل معاه الفانيليا. كل ما تنزلي بيضة اضربي شوية، لما تضيع تنزلي البيضة التانية. انا استخدمت 4 بيضات، لو انت عندك البيض كبير حلو استخدمي 3 بيضات. ودي بقى كانت اخر بيضة.
خلي بالك بس قشرية تقع كده ولا حاجة تنسيها. وبعد كده بنزل معلقة كبيرة من بتاعة الطعام بودرة التلج واقلبهم كويس مع بعض، ومعلقة صغيرة من اصنص البرتقال المركز. بصراحة مدية طعم حلو قوي، وريحتها اول ما فتحتها على طول ريحتها طلعت جميلة جدا. قلبيهم كلهم يختلط الخليط كله مع بعض. بعد كده اي المادة السائلة بقى بتاعتك، حليب، مية، عصير. بما ان انا استخدمت البرتقال هيبقى انا هستخدم عصير برتقال، لكن اي مادة سائلة عندك حليب او مية او حليب او عصير، هضوب فيها معلقة زي ما حضرتك شايفاها كده، معلقة ممسوحة من النشادر. قلبيها، النشادر بيفور معاكي، نزليه على طول مرة واحدة على الخليط وقلبيهم. عايزة اقولك كمان المادة السائلة بتكون دافية زي دمع العين كده، تمام؟ يعني ما تحطهاش ولا باردة من التلاجة ولا سخنة قوي. بعد كده حطيت معلقتين من الكاستر، بيديلها قوام جميل جدا وريحة وطعم كمان بيديلها، يعني بصراحة الكاستر حلو قوي. معلقتين صغيرين اللي هي المعالق الوسط كده. حطيت شوية الدقيقة همت الأخرى، باقي لي الكوباية دي سايباها على جنب. لو انك هتستخدمي المكنة حط الكوباية، لو انك هتستخدمي القمع اللي هو كيس الحلواني يبقى كافي كده عليها الكمية دي كده خلاص. ونشيل بقى الكوباية خالص، نختبر العجينة كده بايدينا الفاضية السليمة اللي هي ما كنتيش بتعجيني بيها، ونشوفها ضغطة كده ما شققتش من جوانب كده، تمام الحمد لله. كده العجينة ناجحة 100. طالما ما تشققتش خلاص. لو انها شققت هتحتاجي معلقة من المادة الدهنية او من السوائل. خلاص، دي القمع اللي انا هستخدمه بيكون مبطط كده بالعرض ومشرشر من فوق ومن تحت سادة. انا ما ضفتش الكوبايه الاخيره، لو انا هعمل بالماكينه هضيف الكوبايه الاخيره، لكن انا هستخدم الكيس عشان يبقى سهل ليا ان هو ينزل مني البسكوته وتبقى ماسكه نفسها كده وحلوه. ابتدي بقى قصتي، عايزه تدهني زيت ادهني مسحه بسيطه كده على الصاج، او مش لازم، هو اصلا في ماده دهنيه يعني مش هتلزق، احتياطي. لو انك اول مره وخايفه ادهني مسحه بسيطه بس. احلى حاجة في التسوية بصراحة الصواني الألمونيا. نواعم العيد بيحب الصواني الألمونيا بصراحة. السجان دي بتبقى حلوة أو بتطلعك التسوية جميلة جدا. ابدأي بقى ساوي البسكوتة كده عشان يبقى كله منظر حلو، منظر عاطفي، ويبقى كله قد بعضه بالسكينة كده. وعادي خالص، حاجة زي ده بترجعيها تاني وتعمليها تاني. شايفين ده اللي طلع معايا اول صاج، خد مني تحميشة شوية، لكن ان شاء الله ننتبه في الصاج التاني باذن الله. لكن بغض النظر عن اللي انتوا شايفينه، هنشوفوا كده نعمة ما شاء الله حلوة وهشة وجميلة جدا. اهم حاجة ننتبه على الفرن لو انك عندك فيه تايمر درجات يبقى على 170 درجة، لو انه الفرن عندك مظبوط خلاص، عشان ما يتلدعش منك ويتلسع منك كده. دي البسكوت اهوت الحمد لله طلع سليم. الصاج التاني الحمد لله. على عيونكم الف عافية. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. على فكرة الكيلو بيعمل كمية حلوة قوي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زيدوا النبي صلوا كده وصلوا على حبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوف البسكوتة الجميلة دي طلع حلوة وهشة وحلوة قوي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. لا انا كده فلحت في الصاج التاني ده الصاج اهوت اللي طلع ده جميل جدا. التسوية فيه طلعت حلوة قوي. خدي بالك منه وانت بتسوي، خليكي واقفة جنبيه عشان ما يتلدعش منك او يتحرق منك، تمام؟ عشان التكات دي بصراحة بنقع فيها ونروح نعمل حاجة وننسى الفرن. فخلي بالكم ما تنسوش الفرن. البسكوتات والحاجات دي بتتكلف وسمنة وبيض وحاجات من دي، فاحنا حرام نخسر الحاجات دي، الحاجات مكلفة، فخلي بالكم. يا رب الفيديو ده يعجبكم وينال رضاكم، وكل سنة وانتم طيبين، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.